مرة طيبين. أنا أول مرة أقف أتكلم بعد اللي حصل الأسبوع اللي فات وكلنا اتطردنا من الكنيسة. أنا ما كنتش موجودة طبعا عشان خاطر بنتي رجلها اتكسرت، سامحوني. فما قدرتش اجي المره اللي فاتت، ونشكر ربنا ان انا ما جيتش، لان ما كنتش هستحمل اني انا اطرد من كنيستي، من الكنيسه اللي احنا بنيناها، من الكنيسه اللي احنا يعني كل طوبه اتحطت فيها احنا اللي عملناها. هو معلش يا سيدنا، انت جيت خدت كله على الجاهز، انت خدت كل شيء على الجاهز، ويا ريت حافظت على النعمه اللي ربنا اداها لك. طبعا انا النهارده مش ضدك، انا بحبك جدا، انا بحب البطرك، بحب كل الاكليروس، بس انا يعني عايزه اقول ايه، صعقت او اندهشت من اللي حصل الاسبوع اللي فات. انا بوليس يقول لي ما تدخليش الكنيسه ليه؟ علشان ايه؟ فسامحني، انت فاهم الراعي الصالح غلط. انا في موضوع هقوله قبل ما اقول طبعا اللي انا محضره، لان انا موضوعي النهارده عن المحبه وعن الراعي الصالح. انا اسمي جوزيفين محب ميشيل، خريجة كلية إكليريكية 2009 و2010 استلمت شهادتي من البابا توادرس، ولا 2012 انا اسفه لانه اتجلس في 2012. طبعا انا زعلانه لاني انا ما رضيتش كنت اتكلم خالص لمده شهرين. انا كنت نزلت وقفت معاهم بعد الاجتماع بتاع يوم الاثنين في التسبيحه، وطبعا انا صعقت ان انا اشوف انبا مارك مختلف اختلاف كلي وجزئي عن اللي انا اعرفه، فلقيت طبعا عدم مصداقيه. انا اسفه سامحني حللني. لقيت كلام بيتقال وعكسه في نفس الفراز، في نفس الجمله. انا اسفه ان انا بتكلم فرنساوي. في نفس الجمله بلاقي يعني الجمله والكلمه عكسها، فما بقتش فاهمه اي جنس شيء. اصطدمت بابونا يوحنا صادق، وكلمني باسلوب مش حلو ابدا على اجتماع المريمات وخاص، وبعت لي ايات بتشتمني فيها. انا ما تزعلش مني، ابونا يوحنا صادق ما درست كليريكيه، ما يعرفش اي حاجه في ما اعرفش في العقيده. لما بنساله سؤال بيبقى يعمل بلوكاج، واغلبيه الكهنه هنا كده. انت اخترت كهنه ضعيفه شويه في الايمان او في العقيده او في الشرح، علشان ما يمشوا زي الرعاه يمين شمال، ما يقدروش يفتحوا بقهم او يتكلموا. انا اسفه ان انا برضو بقول الكلام ده وسامحني. دلوقتي انا هتكلم عن الراعي الصالح، بس نفسه عن الخراف ويبذل، يعني معناها يموت نفسه، يضحي بنفسه، ممكن حتى ان هو يعني عايزه اقول ايه، يحط نفسه في اول صف علشان يدافع عن رعيته اللي ربنا يأتمنوا عليها. انا برضو هتأسف تاني، الظاهر عليا مش هبطل اسف النهارده، اني انا اقول اني انا اتصدمت كمان في اللي سمعته من المطرانيه. ابويا ابراهيم مره اتصل بيا وقال لي جيجي انا عايزك تيجي النهارده تصلي معايا في المطرانيه. قلت له عينيا يا ابونا انا هاجي. وطبعا اول لما وصلت انا كان المفروض احضر معاه القداس، طلع ان هم غيروا له القداس، بدل التاني بقى الاولاني، فانا طبعا ما حضرتش معاه. فانا نزلت عشان اشوفه في الكافيتيريا تحت، لقيت مجموعه من الناس حواليه وكلهم، يعني ما تزعلوش مني، مطلعين سكاكين، كلهم بيطلعوا سكاكين وبيتهموه ان هو السبب في ان احنا نقف الوقفه دي. انا طبعا صعقت، فبقول لهم ايه يا جماعه، ده احنا بقى لنا 30 سنه هنا، ايه انتوا مش عارفين ابونا ابراهيم؟ انتوا اول مره تعرفوا ابونا ابراهيم النهارده؟ فاسكت يا جيجي اسكت. قلت لهم لا مش هسكت، انا اسفه، انا مش موافقه على اللي انتوا بتعملوه. لا هو السبب، هو لو كان مربي ولاده، الكلمه دي تعبتني جدا، لو هو كان مربي ولاده ما كانوش وقفوا كده في الشارع. احنا برضو كنيستنا بتاعت شارع وبتاعت رصيف. قلت لهم يا جماعه ما هو الناس دي غلبانه، الناس دي تعبت كتير واتكلمت كتير وبعتت كتير للبطرك وبعتت لمين للاسقف، وحاولت تتفادى كل شيء يسوء سمعه الكنيسه. احنا بنستر كلمه ابونا ابراهيم، استر يا ابو مقار.
انا كل ما كنت اتكلم وفي حاجه تضايقني يقول لي جيجي استني استر يا ابو مقار. فكنا بنضحك طبعا وبناخدها بمحبه، لان هو علمنا محبه لا نهائيه مثل الراعي الصالح ابوه السماوي. فانا قلت لهم يا جماعه مش معقوله ابونا ابراهيم انتوا ما تعرفوهوش. المهم انا طبعا سبت الكلام وكلمت ابونا ابراهيم بقول له ايه الحكايه، قال لي جيجي صلي واطلعي يلا صلي قداسك وتعالي لي. المهم انا كلمت واحده من السيدات بالليل في التليفون. هم طبعا الجروب ده عشان تبقوا عارفين الجروب ده من اصل فيل جويف، يعني من كنيسه الملاك وماري جرجس، ناس اتربوا وربوا اولادهم في الكنيسه، يعني بقى لهم اكتر من 32 سنه، والنهارده يقفوا قدام الاب الحنون اللي هو اصلا ربي ولادهم وكان ليه الفضل على الكل. فطبعا بكلمها فبتقول لي انت فاكره ايه؟ ده طبعا اللي انا بقول لكم عليها اللي في التليفون بالليل. ففاكره ايه؟ فقلت لها ايه الحكايه يا مدام فلانه؟ ليه بيحصل كده؟ قالت لي ده حتى الاسقف بيقول عليه انه ما بينامش في المطرانيه، بيطلع الساعه 7 يجي لنا 2 بالليل صباحا. احنا نعرف ده بيبات فين؟ قلت لها عيب عليكي، في ست محترمه تقول على ابوها الكلام ده؟ انت فاكره ابويا بينام فين؟ عيب عليكي تقولي الكلام ده. قالت لي طب هنعمل ايه؟ ما هو الاسقف اللي قال لنا. الاسقف اللي قال لهم حاجات تانية كتير طبعا انا مش هقدر اذكرها. فرجعت انا كلمت الانبا مارك، طبعا انا اتضايقت جدا. فراح قال لي طب عايزه تعملي ايه يا بنت يا جيجي؟ طب ما انا هو رد بيقول ان ابونا كان لحد الساعه 2 بالليل بيلف على بيوت، ما انا عارفه ان هو بيلف على البيوت، ما انا عارفه ان هو بيعمل. ابونا كان باذل نفسه حتى الموت وبيفتقد الناس. انا واحده من الناس يعني على بعد 86 كيلو من هنا، وكانت حاجه و90 بس فتحوا الكاتر فانسيس كانوا بيعملوا عليه ترافو. انا هنا من هنا 86 كيلو، من شتني العذراء وماري مرقس 96 كيلو، ومن درافاي طبعا كلكم هتضحكوا 56 كيلو. انا افضل اضرب 30 كيلو زياده او 40 كيلو زياده واصلي في حته انا مبسوطه منها او انا فرحانه بيها. المهم فكلمت الاسقف فبيقول لي طب انت عايزاني اعمل ايه؟ الناس بيسالوني ما ردش عليهم. قلت له بصراحه يا سيدنا انت ابهرتني، ازاي تقول ان في اسرار؟ حقيقي يا جماعه فكروا معايا. هو قال على السوشيال ميديا انه احنا اسرارنا الاكليروس بتكون داخلنا، ما حدش يدخل ما بيننا، احنا ستر وغطى على نفسنا، ما نقدرش نتكلم على حد. طب فين الستر والغطى على ابنك اللي انت قلت عليه برضو في كلامك على السوشيال ميديا في وعظه ان قدموا البنوه عشان تلاقوا الابوه؟ طب ما هو ادالك كل البنوه، هو عمره ما اتكلم عليك، هو عمره ما خانك، هو واقف في ظهرك يوم ما اترسمت. انا عرفت ان في ناس كتير كانت ضدك، انا طبعا ما كنتش منهم لان انا ما كنتش شايفه اللي انت بتعمله، انا كنت قدامي حاجه والناس دي كانت شايفاك حاجه تانية. بس انا بعد الاجتماع اللي حصل وانا شفتك وسمعتك وكذا مره اتكلمنا وتتكلم وتعمل العكس، خلتني اقول مش ممكن يا في انفصال في الشخصيه، سامحني، يا في انفصال في الشخصيه، يا في حاجه مش تمام. انت بتطلب ان احنا نكون ابناء يعني كويسين وحلوين ومطيعين. الطاعه في كلام ربنا، يعني انا ممكن اطيعك بس في ربنا. ازاي انا اخاف منك وما اخافش من ربنا؟ ازاي؟ ما تزعلش مني. الاجره انا على فكره شكلي مش هقول خالص اللي انا كاتباه. الاجره هم اللي ماشيين بدون اي اساس. سامحني، انا قعدت 4 سنين ادرس في كليريكيه علشان في الاخر اقول ان احنا في ارض العقوبه. سامحني، احنا لا مش في ارض العقوبه، معلش، يمكن هي دي الارض اللي احنا نزلنا واتذلينا، وفعلا كل كلام ربنا صادق، لكن ربنا جال شال علينا اللعنه، لعنه ادم وحواء، عشان هو بيحبنا فبذل دمه علشاننا. انا في برضو كلمه هقولها في يعني مش عايزه اقول الاخر لان انا ما قلتش حاجه باللي انا محضراه. كف هي نار ممكن ان تاكله اذا ساء استخدامها. ودي كلمه قداسه البابا شنوده
الله ينيح روحه الذهبي الفم. معلش يا جماعه سيبوني 5 دقايق بس احاول استرد لكم اللي انا كتبته ومش هتاخر، لان الراعي الذي يبذل نفسه عن الخراف هو راعي، هو صاحب القطيع، عشان تفهموا الفرق ما بين الراعي الصالح وما بين الاجير. الراعي الصالح يهتم بكل واحد منهم، يدخل اليهم من الباب بكونه صاحب سلطان، يدخل لكي يعمل لحساب الكل وليس فئة معينة من الرعية. وانتوا فاهمين يعني ايه فئة معينة من الرعية؟ يعني انت موافق عليا يبقى انا موافق ان انا اخليك في الرعية بتوعي. وكما يقول الله نفسه، قول الانجيل حزقيال 34:15-16: انا ارعى غنمي واربدها يقول السيد الرب، واطلب الضال واسترد المطرود واجبر الكثير واعصب الجريح وابيد السمين القوي وارعاها بعدل. انا عايزه اعرف الحته دي، هل ابونا كيرلس اللي الكل طبعا مش عايز يقول ابونا، بس انا احتراما برضو للكهنوت، هل هو رعى الايه وقول رب المجد في الانجيل؟ هل هو رعى ولا طرد الرعيه من الكنيسه؟ وتلك هي شروط الراعي الصالح. يبقى الراعي الصالح يا جماعه لا يهدم المذابح، الراعي الصالح لا يهتم بالقصور او المباني، ولكن بخلاص النفوس. اهم شيء هو خلاص النفوس. هحاول بسرعه اخلص لان حرام ان انا اتكلم على كل ده. هتكلم تاني على عصا الرعايه. عصا الرعايه يا ولاد يا احبائي، هتكلم في مره تانية، بس عصا الرعايه اصل دي مهمه جدا. عصا الرعايه مش للضرب، عصا الرعايه علشان يحمينا، علشان يعلمنا، عشان يقودنا الى طريق مستقيم، ولا يمين ولا شمال، ولا نخرج عن الايمان ولا على العقيده. ويجمع بها الرعايه. قول البابا شنوده قال: عصا القياده للتوجيه وليس للضرب. وهقول لكم حاجه ما كانش المفروض اقولها النهارده، بس انا هقول لان متى المسكين ده كان من الناس الحلوه جدا جدا وليها كتب رائعه فوق الروعه، لكن حصل ان هو انحرف عن الايمان. فحصل البابا شنوده عشان هو بيحبه وعارف ان كل انسان ممكن يغرض، لكن برضه في شعاع النور اللي هو بتاع ربنا اللي هو بيديه لكل انسان في الروح القدس، قال له خليك في دير ابو مقار، ولغى كتبه. قال ايه بقى متى المسكين؟ الراعي يعمل عصا طويله معقوفه حتى يستطيع ان يلتقط الغنمه التي تركت القطيع من بعيد، كما يهش بها على غنماته لتسير يمينا او يسارا. هذا هو العكاز. اما العصا عند الراعي هي قصيرة لا تزيد عن 80 سنتي، وفي آخرها رأس به نتوءات أو مسامير حديد. هذه يدافع ويضرب الحيوانات المهاجمة، فهي سلاح ممتاز. يبقى زي ما احنا قلنا إن عصا الرعاية علشان يحمي بيها ويدينا تعاليم سليمة. معلش هكمل الموضوع مرة تانية، لكن هتكلم عن المحبة. المحبة يا جماعة لو هي موجودة في قلب كل مسيحي هنقدر ندافع بيها قدام كل، يعني عايزه اقول ايه، شر. يعني الانبا مارك قال كلمه قطعتني، ورغم ذلك ما رضيتش اطلع اتكلم، قلت مش هتكلم برضو، لكن حصل الاسبوع اللي فات واللي خلاني النهارده اصر ان انا اطلع واتكلم. قال ان احنا الشباب الصغيرين اولادنا الاطفال هم مشروع شهيد. طب انا عندي سؤال يا انبا مارك، إذا كان الأولاد اللي خدوا الروح القدس في المعمودية وهم مشروع شهيد، يبقى حضرتك إيه؟ رئيس الدواعش؟ حضرتك يعني إيه بالظبط؟ رئيس مين؟ إذا كان أنا بنتي تمسك كفنها وتتقدم للموت، علشان إيه؟ ليه تقول على بنتي كده؟ ليه تقول على كل بنت أخ وأخت ليا هنا واقفين في المظاهرة إنهم مشروع شهيد؟ أنت قادر تتحمل الجملة دي؟ قادر تقول ان بنتي مشروع شهيد؟ على فكرة بنتي كانت بتقول خنفران، وكانت بتقول هتن برسبية، وبتقول حاجات كتير باللحن القبطي. طفلة عندها 8 سنين كانت بتقول ألحان.
ازاي تقدر تقول على بنتي انها مشروع شهيد؟ ده بيدل ان انت ما عندكش اي محبة لينا. انا اسفة. انا اسفة ان انا يعني اثرت للدرجة دي. هتكلم عن المحبة. المحبة تتآنى وترفق، المحبة تستر، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر، المحبة لا تنتفخ ولا تقبح، المحبة لا تظن بالسوء، المحبة تصبر على كل شيء، المحبة لا تطلب ما لا نفسها، المحبة لا تفرح بالأسم بل تفرح بالحق، المحبة تحتمل كل شيء، المحبة لا تطلب لا نفسها، المحبة لا تسكت أبدا. سامحني يا أنبا مارك، أنت تعبتني جدا وتعبت كل إنسان واقف هنا. أنا أسفة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.